هذا يقول كان السلف يبدعون بسبب أصول في الدين، القدرية، الخوارج، المرجئة، والآن يبدع الرجل بسبب الثناء على أهل البدع. ما رأيكم يا شيخنا؟ أنا سأنقل لك فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز ودعك مني. سئل رحمه الله في شرح كتاب شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله فضل الإسلام عن الذي يثني على أهل البدع هل يلحق بهم؟ قال نعم، هذا داع لهم، وهو مسجل بصوته، وقد سررت به، طبع مؤخرا فرأيته في هذه الإجازة مطبوعا، وانشدوه تجدون الجواب فيه. ودعوكم من محمد بن هادي، ومن أحيل على مليء فليحتل. نعم، ما يثني على الرجل إلا وهو يرتضي مذهبه، لا شك ولا ريب. يثني عليه بعدما يعلم أنه مبتدع؟ ما يمكن. إن القلوب لأجناد مجندة. قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. إذا كان يثني على أهل البدع ويشيد بهم ماذا يصير؟ هذا داعية لهم وهو منهم بلا شك، داعية وهو منهم بلا شك. طيب، ما تقولون في الذي قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أرجى البرية عند الله ميزانا؟ ما رأيكم فيه؟ هذا يمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ما رأيكم؟ فين يحطه؟ أنا أسألكم، أجيبوا، ما لكم سكتتم؟ هذا الذي يمدح الذي قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه غدرا وهو يدعو الناس إلى صلاة الفجر، يمدحه، أين نضعه؟ نضعه مع أبو بكر وعمر؟ حاشا وكلا، نضعه مع قومه، مع الخوارج. يمدح عمران بن حطان. فهكذا الذي يمدح أهل البدع معه. قال يا ضربة من شقي ما أراد بها شاعر أهل السنة إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن حطان. ردا عليه قال أنت عمران بن حطان؟ قال نعم. فنزل عليه قال فانهال الناس عليه ضربا بالجريد والنعال. يستحق ذلك. أمير المؤمنين رضي الله عنه مبشر بالجنة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه ليلة الهجرة، يمدح قاتله؟ من قتله؟ عبد الرحمن بن ملجم. وعبد الرحمن بن ملجم كان في مصر، وقد أمر عمر بأن يبنى له دار قريبة من دار الخلافة وأن يجرى عليه الرزق من بيت المال. كتب إلى عمرو بن العاص. ليش؟ حتى يفرغ لتحفيظ الناس القرآن ويعلمهم الفقه، كان فقيه. وقال لعمرو بن العاص قال له آثرتك به على نفسي. هذا قول من يا ناس؟ قول أمير المؤمنين عمر، المحدث الملهم، المحدث الملهم. إن يكن في أمتي إنه قد كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر يقول في هذا الرجل. هذه الشهادة نأخذها على طول ولا تغيرت أبدا. فذاك قال رضي الله عنه مقالة على حسب ما علمه منه ذاك اليوم، ثم ختم الله له بالشقاوة فصار هذا الذي صار منه. وهكذا أنا أوردت هذه القصة لأخرج منها أن العالم قد يثني على شخص ثم يمر مدة ويتغير. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فيزيد. هذا الذي بالأمس أثنى عليه إمام عالم حبر كبير زل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يؤتى بأقوام فيختلجون من الحوض فيقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. صالح وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم
إنك على كل شيء شيء، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فشهد بما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، وما بعد مماته الله يتولاه. أأنت قلت للناس، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. فهذا حال العاقل، يشهد بما أدركه وما علمه، وأما ما كان بعد ذلك لا يشهد به. وهكذا العاقل يشهد بالصلاح أيام كان المرء صالحا، فإذا تغير الحكم. فعمر هنا يقول هذا في ابن ملجم. بعد ذلك عمر رضي الله عنه صادق، شهد بما علم في حياته، لكن زاغ الرجل بعد ممات عمر رضي الله عنه، فهل يبقى حكم عمر واحد؟ لا أبدا، ذاك على ما كان وهذا على ما يكون. فهكذا العالم إذا شهد للإنسان بخير ثم نكس بعد ذلك على عقبيه، تستمر شهادته كما نرى الآن من أهل الأهواء ومن أصحاب التحزبات؟ أبدا، ما يمكن. الواقع بحاله والعبرة بحاله الآن، فإن كان على ما كان عليه أولا فنعم، وإلا فلا. وكثير من هؤلاء الذين يرمز إليهم في هذه الأسئلة ما يجرؤون على أن ينبسوا ببنت شفا في أيام الشيخ عبد العزيز، وفي أيام الشيخ بن باز، الشيخ ناصر الدين الألباني، وفي أيام الشيخ مقبل في اليمن، وهكذا. لما؟ لأنهم يخافون كلمة واحدة من واحد من هؤلاء في واحد من هؤلاء تسقطه. الآن لا، ظنوا أنهم تساووا والباقي، لا، غلط. يظن أنه مثل الشيخ ناصر فلبس لباس الشيخ ناصر، حاشا وكلا، يزري به، بس الشيخ ناصر طويل عريض، إذا لبسه صار فضفاضا عليه فيصير أضحوك فيه. هذا ليس قميصه، هذا قميص الشيخ ناصر. وآخر يلبس لباس الشيخ بن باز ويظن أنه هو، هذا يضحك على الناس على نفسه. لباس الشيخ بن باز طويل عريض، ما هو لباسه، ليس على مقداره، فيضحك الناس، لأنه إذا لبسه طلع واسعا فضفاضا طويلا ليس منزلته، فيضحك الناس عليه، يمشي ويعذر فيه من طوله، ومن عرضه كذلك يضحك الناس لأنه ليس ثوبه هذا، وهكذا مقبل، وهكذا. فظن بعض الناس أن هؤلاء شتان بين هذا وهذا. ولعلنا نختم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأعدكم أن بقية السؤالات لا نغفر